لو البسبوسه ما شربتش العسل بتاعها زي الاسفنجه كده لما بتشرب الميه، اعرفوا انها كده ما ظبطتش معاكم ومش هتطلع كويسه. المفروض مهما اديتها عسل تشربوا زي ما انتم شايفين كده. لو عايزين تعملوها وتطلع معاكم صح، تابعوا معايا الفيديو. بس اهم حاجه لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. نبدا مع بعض بالمقادير كده سريعا. معايا كوبايتين وربع دقيق سميد او دقيق السامولينا بتاع البسبوسه. ما اجيبش دقيق سايب، دي اهم حاجه عندي. لازم اجيب دقيق مغلف، في انواع كتير في السوق. المهم ان احنا ما نجيبش حاجه سايبه عشان ايه؟ يظبط معانا البسبوسه وما تطلعش بايظه معانا. تاني حاجه معايا كوبايه الا ربع سكر ابيض. السكر لازم يكون سكر ابيض، يعني السكر ده انا هستخدمه وهكرمله عشان نعمل البسبوسه مكرمله، فمحتاجه لازم يكون ابيض، لانه لو سكر غامق او سكر بني هيتحرق وهيدي طعم وحش. احنا هنستعمل السكر الغامق او البني في الشربات بتاع البسبوسه. تمام. معلقه عسل جلوكوز، او معلقه لو مش موجود مع عسل جلوكوز او مش عارفين توفروه، معلقه شربات تقيل من بتاع الكنافه او عسل تقيل من بتاع الكنافه. مش موجود يبقى معلقه عسل ابيض، ودي معلقه عسل ابيض على فكره. معلقه صغيره الا ربع بيكنج باودر. تمام. وما كترش، هي يا دوبك معلقه صغيره الا ربع او نص معلقه بالكتير، عشان البسبوسه بتاعتي ما تقبش قوي وتبقى عامله زي الكيك. المواد الدهنيه بتاعتي او الدهون بقى، هنحتاج معلقتين زبده. تمام. ومعلقتين سمنه بلدي، طبعا معلقتين كبار زبده ومعلقتين كبار سمنه بلدي. اي مكسرات عندنا للتزيين، لوز، بندق، مفيش خالص، مفيش مشكله. تمام. واخر حاجه معايا بقى كوبايه ميه مغليه. هناخد بقى كل المقادير بتاعتنا والمكونات بتاعتنا دي ونروح على النار. انزل بالسكر بتاعي في طاسه على نار هاديه. هفضل سايبه كده ما اقلبش فيه لحد ما يبدا الاطراف بتاعته من هنا كده يبدا السكر يبان عليها ان هو بدا يسيح، او بدا يسيح معايا هنا من الاطراف اهو. لو تلاحظوا كده من على الاطراف ومن النص، ابدا اقلبه بشويش. انا اللي عايز اعمله عايز اكرمله، اديله لون الكراميل الفاتح، ما يبقاش غامق، لانه لو غمق مني هيبقى اتحرق وهيدي طعم مر. هنا بقى نبدا نقلب عشان ايه؟ ما يتحرقش. تمام. هو ده اللون اللي انا عايزه، ما يغمقش عن كده عشان ما يمررش. هنزل عليه بقى بكوبايه الميه المغليه، ولازم الميه تكون مغليه علشان ايه؟ يفضل السكر بتاعي طري ما يمسكش ولا ايه رجع عمل تكتلات تاني. هو طبعا اول ما انزل ميه بتلاقيه كلكع شويه، بس ايه شويه كده وانا معلي النار وبقلب يبدا يفك معايا تاني. افضل اقلب فيه كده لحد ما السكر يدوب خالص في الميه وما يبقالوش اثر. اللون الكراميل ده او اللون الميه المكرمله دي هي اللي هتدي لون البسبوسه المكرمله بتاعتي. اهو تمام كده. خلاص كل السكر داب في الميه. اول ما يوصل المرحله دي كده اطفي النار بتاعتي. تمام. بعد ما اطفي النار انزل عليها بالمواد الدهنيه بتاعتي اللي هما معلقتين الزبده ومعلقتين السمنه. دلوقتي ننزل بمعلقه العسل بتاعتنا. اقلب ده كله كده مع بعضه. تمام كده. السمنه والزبده دابوا معايا خالص اهو. تمام. اسيب بقى الخليط ده تبرد خالص، يعني مش عايزها سخنه، لان هي دي بقى الغلطه اللي كل الناس بتقع فيها. معظم الناس بتحط دقيق السامولين على المواد السائله دي وهي لسه سخنه كده، فطبعا البسبوسه بتاعتي بتنشف وتبوظ. تمام. اللي احنا هنعمله بقى دلوقتي ان احنا هنسيب المواد السائله دي تبرد، نسيبها مثلا نص ساعه لحد ما تهدى كده وايه، وتبقى الميه دي فتره خالص، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي خلاص بردت معايا خالص اهي. هجيب الدقيق السمولينا بتاعي وانزل عليه بالمعلقه الا ربع البيكنج باودر بتاعتي واقلبها فيها قبل ما انزلها على المواد السائله بتاعتي، لان بعد ما الدقيق ده هنحطه على المواد السائله مش هينفع نقلب كتير. هم يا دوبك بس كده ان احنا نخلط المكونات مع بعضها وخلاص. دلوقتي بقى ننزل الدقيق بتاعنا على السمنه والمواد السائله بتاعتنا، وزي ما قلت قبل كده مش هقلب، انا بس هخلي المكونات دي تتجانس مع بعضها بالراحه كده عشان ايه؟ الجلوتين اللي في السامولينا ما يطلعش ويخلي البسبوسه تنشف مني. كده خلاص قوامها بيبقى شبه سايل كده اهي، لا هي ناشفه قوي ولا هي سايله قوي. بجيب بقى الصينيه بتاعتي مقاس 24، ننزل بالخليط بتاعنا في الصينيه وافردها بالراحه كده في الصينيه بتاعتي كده. اديها خطتين كده بحيث ان هي ايه تتفرد في الصينيه بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى نبدا نزينها بالمكسرات كده. خلاص
ندخل بيها الفرن على درجة حرارة 200 رف متوسط. هي يا دوبك 20 دقيقة ان شاء الله. اول ما تتحمر معاه من الاطراف اشغل عليها الشواية دقيقتين بالظبط والشاي يحمر وخلاص نطلعها مع بعض. كده بعد 20 او 25 دقيقة بالظبط في الفرن نسقيها بقى بالشربات بتاعنا وهو سخن، يعني الاتنين يكونوا سخنين. وقت ما بنكون مخرجين البسبوسة من الفرن يكون يا دوبك لسه طافيين النار على الشربات. وشربات البسبوسة بيبقى خفيف، كوباية سكر على كوبايتين مية. اول ما يغلوا نعصر عليهم عصرة ليمون ونسيبه يغلي دقيقتين ونطفي النار، وبعد كده نضيف عليه معلقة سمنة بلدي عشان يخلي البسبوسة بتاعتنا بتلمع. ونسقيها بقى بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. جربوها وان شاء الله هتطلع معاكم زي اللي انتوا شايفينها دي بالظبط واحسن كمان. ومستني رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش اللايك والشير.